السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وزي ما وعدتكم طبعا اللي انا هعمل فيديو عن نسخة ال200 مليون، وحاولت على قد ما اقدر اللي انا اعملها في اسرع وقت. فالنهاردة هنبدأ الشرح بتاعنا. كل اللي هنحتاجه الاكس 8 والجيم جاردن والنسخة الاصلية بتاعت لودو فقط لا غير. تمام، يلا بسم الله نبدأ الشرح بتاعنا وهنخش على الاكس 8. طبعا كنت شارح طبعا الاكس 8 في حوار ال50 مليون اللي هو بتاع جوست. تمام، اول حاجة هنخش على جوتو سيتنج وهندور على الاكس 8 ونديله الصلاحية بتاعته. ادي الاكس 8 نديله الصلاحية بتاعته ونرجع، وكده هيبتدي يحمل ويفتح معانا. طبعا انا مش هوقف الفيديو نهائي غير لو انا هسجل بالاكونت بتاعي فقط، غير كده انا مش هوقف الفيديو نهائي. تمام، وطبعا الموضوع ده امان، مفهوش اي بند نهائي ولا في اي كوين هتتسحب منك ولا اي حاجة، لان حتى مثلا الادارة بتاعت اللعبة او الدعم بمعنى اصح برضو شغالين بالموضوع ده، فالموضوع امان عادي جدا، والموضوع مفهوش اي خطر على حسابك او الكوينز بتاعتك، بالعكس نهائي. تمام، والموضوع كله هيبقى على البلاير العاديين، يعني مفيش حاجة اسمها اللي النسخة دي بوتات، وما تخليش حد يضحك عليك ويقولك اللي في حاجة اسمها نسخة 200 مليون بوتات. تمام، ده مبدئيا. اول حاجة كده بس هنخشوا على لا السيتنج. تمام، وتابع معايا بالظبط اللي انا هعمله. اول حاجة انت هتفعل جوجل بلاي سيرفيس. تمام، ده مبدئيا اللي هو ده، وهنفعل اللي فوقيه. تمام، وهنراستر، وهنرجع نعمل برضو شوية اعدادات تانية. يعني في اعدادات لازم تتعمل عشان النسخة الأصلية تتثبت معانا وتقدر تسجل فيها عادي جدا بأكاونت الفيس. وأقول لك على طريقة سهلة وبسيطة هتسجل فيها بأكاونت الفيس بتاعك بدون أي مشاكل وبدون ما تفصل نت ولا أي حاجة من الكلام ده كله. تمام، هنرجع هنا تاني. هنفعل 64 بيت اب السبورت. تمام، وطبعا كده احنا هنكون خلصنا، فهنعمل كده، هنرجع باك وهنراستر. طبعا الفيديو هيطول انا عارف، بس انا ما بحبش اوقف الفيديو عشان محدش يرجع يقول لي انت وقفت الفيديو بس عملت حاجه فالنسخه مش شغاله عندنا. لا، انا مش هوقف الفيديو نهائي غير وانا بسجل بالاكونت بتاعي فقط، غير كده انا ما بوقفش الفيديو نهائي. ثانيه بس اعمل وضع عدم الازعاج عشان ما يظهرش النوت اكس، بس كده. تمام، هنخش على الادابس. وزي ما انا قلت هنحتاجه الجيم جاردن وهنحتاجه لودو الأصلية. طبعا لودو كلاب واحد دي نسخة طيران، كنت عامل شرح قبل كده عنها اللي هي نسخة الطيران الاحترافي. تمام، ونستنى بس اللي الاتنين يتثبتوا معانا من غير أي مشاكل. كده الاتنين يتثبتوا معانا مفيش أي مشاكل. أهم حاجة تكون مفعل الجوجل بلاي سيرفيس. تمام، اللي هي خدمات جوجل بلاي دي أهم حاجة تكون مفعلة. أول حاجة بقى يا باشا احنا هنخش كده، هنخش على اللي هو زي جوجل كروم بمعنى اصح عندنا، وهنكتب هنا فوق. طبعا انا بعمل كل ده عشان مش عايز اوقف الفيديو بعد كده، فهكتب facebook.com. تمام، كده مفيش اي مشكله. هروح جاي كاتب هنا الاكونت بتاعي بتاع اللعبه، ويا ريت تبقى مفعل تحقق بخطوتين عشان ما ترجعش بعد كده تقول لي يا محمد انا الاكونت بتاعي اتسرق او الاكونت حصل فيه مشاكل. انا زي ما بجرب الحوار ده عندي انا،
فانا مأمن نفسي، وكمان بقول لك اهو وبنصحك عشان تأمن نفسك. فانا ثانية هوقف الفيديو اسجل وارجع لكم تاني. خلاص انا كده سجلت اهو بالاكونت بتاعي، مرضتش حتى اعمل اي حاجه غير لما اسجل واوريكم بنفسي وانا بسجل. تمام. هتلاقي في عندك هنا زي شرطه، فالشرطه دي اللي هي بتعمل بيها باك او تعمل بيها اي حاجه عامه. فانا اهو تمام. هفتح بقى ايه الجيم جاردن واثبته عندي عشان ابدا الشغل عليه. وباذن الله باذن الله يعني هنزل لكم النهارده بعد الفيديو ده على طول باذن الله. هو ايه ده؟ هو الجيم جاردن راح فين؟ ثواني كده. هو الجيم جاردن اختفى تقريبا. طب ما هو كده الجيم جاردن المفروض موجود. طيب ثواني انا هعمل حاجه صغيره بس. انا هوقف عامه الجوجل بلاي سيرفيس دلوقتي واعمل ريستارت ليتر. تمام. واروح جاي ضايف الجيم جاردن وبعد كده افعل الجوجل بلاي، عشان طبعا الابلكيشن ده مش مصرح بيه في جوجل بلاي، فعشان بس ايه ما يكونش حصل اي مشاكل. طبعا انا دلوقتي وقفت الجوجل بلاي سيرفيس. لو انت ما حصلش مشكله عندك يبقى تكمل زي ما انت عادي، انما لو حصل المشكله دي عندك والجيم جاردن اختفى يبقى محتاج ان انت ترجع تاني تقفل الجوجل بلاي سيرفيس او بمعنى اصح خدمات جوجل بلاي. تمام. عشان الابلكيشن يشتغل عندك عادي. برضو اختفى. طب ثانيه واحده بقى، في حاجه اكيد انا اللي عاملها غلط اكيد. تمام. انا هقفل دي كمان وارجع تاني. طبعا انا اهو عشان اي مشاكل هتواجهك، انا اهو واجهتني مشكله الجيم جاردن. تمام. فانا اهو لما رستارت وقفلت الحاجات الجيم جاردن بتاعي ظهر تاني. تمام. فاحنا هنرجع بس زرار الباك، هنروح على السيتنج. تمام. ونفعل الجوال بلاي سيرفيس تاني عشان طبعا ده مهم جدا جدا جدا. واعمل ريستارت ليتر. تمام. كده الجيم جاردن شغال مفيهوش اي مشكله. تمام. اي حاجه حددها مش مهم. ونخش بقى ايه على اللعبه بتاعتنا. طبعا دي لودو الاصليه بتاعت متجر بلاي، اللي هو انت بتحملها من متجر بلاي. طبعا الايفون ملهوش اي حاجه من اللي انا بعملها دي نهائي. تمام. هو بس لو ما دخلش معايا او لو حصل مشكله في تسجيل الدخول فهضطر ان انا هرستر الاكس 8. تمام. عشان الجوال بلاي سيرفيس يشتغل. لو ما حصلش مشكله هنكمل عادي جدا. هنربط الاكونت بتاع اللعبه بالاكونت بتاع الفيس بتاعنا اهو. نعمل متابعة. محتاجتش بقى ولا فصل نت ولا اي حاجة. اللي بيحتاج فصل نت نسخة جوست عامة. تمام. هو كده مرضوش يسجل الدخول. تمام. يبقى هنرجع باك ونخش على السيتنج وهنفعل ده وهنرستر الابليكيشن بس عشان نبقوا ايه حلينا جميع المشاكل بتاعتنا ومفيش اي مشكلة تقابلنا. طول ما انت مفعل جوه البلاي سيرفيس هيسجل بالفيس عادي عشان هو بيحتاج اللي هو يبقى يتثبت على خدمات جوه البلاي. تمام. فاحنا بس هنستنى الابليكيشن بتاعنا يفتح وبعد كده نكمله ايه الشغل بتاعنا عادي جدا. كده تمام. ثانية بس اخش على السيتنج اتأكد من حاجة عشان يمكن انا ناسيها ولا عيب عندنا.
اه لا كده مفيش اي مشكلة، كده مفيش اي مشكلة نهائي. كده الاعدادات تمام. هنشغل الجيم جاردن وهنعمل له ستارت. الجيم جاردن اهو بقى شغال معانا تمام. نخش بقى على اللعبة عادي ونسجل دخول في اللعبة بالاكونت بتاعنا. طبعا انا هجرب لكم الموضوع ده عشان بس الاكونت بتاعي الاساسي في حد بيلعب بيه دلوقتي، فمش هعرف ان انا اجرب مود ال200 مليون. فانا هجرب لكم مود ال50 مليون على البولت. فطبعا لو هي لعبة فيها اي مشكلة او الطريقة مش شغالة اكيد مش هتدخلني على مود ال50 مليون بولت. ده مبدئيا بس عشان بس محدش يرجع يقول لي انت مجربتش ال200 مليون. لو اشتغلت 200 مليون هتشتغل عادي ايه 50 مليون بولت. يعني لو البولت اشتغلت يبقى ال200 مليون شغالة عادي. تمام. وبس كده يا شباب ادينا سجلنا بالاكونت. بس معلش حصلت مشكلة صغيرة بس عندي في ابلكيشن التصوير، فاضطريت اللي هو اقفله واشغله تاني، بس سبت كل حاجة زي ما هي. فبسم الله نبدأ مع بعض كده. ادي اهو الجيم جاردن بتاعنا. تمام. طبعا فكك من دي خالص. ادي هو البولت مثلا. البولت عندي اخرها مليون. تمام. اروح جاي انا داخل على الجيم جاردن ودايس على علامة لود ومحددة وكاتب هنا 1 و6 اصفار. تمام. وهنخشه على حرف الدي. هيظهر لنا جميع الارقام اللي هي بمليون. طبعا انا هعمل هنا علامة القلم واخلي بدل الواحد دي 50. تمام. ده بالنسبة لل50 مليون بولت. ادي ايه بقت ب50. ونخشوا الجيم هيخش معانا الجيم عادي جدا مفيش اي مشكلة. تمام اهو. طبعا فوق هتلاقيها ب95 وال200 مليون هتلاقيها ب380 لان احنا كده بنعمل رول باك او بنرجع لورا بالزمن ايام ال200 مليون. هي ال200 مليون يعني اوريدي نزلت في اللعبة. فمثلا لو انت عملتها مليار اكيد مش هيدخلك الجيم. ال200 مليون نزلت اللعبة فاحنا نقدر نخشها اي مود نزل اللعبة نقدر نخشه عادي جدا. لكن لو منزلش فمش هيخش نهائي. تمام. انا طبعا الاكونت مفيهوش غير 200 مليون فاكيد مش عايز اخش جيم ب 200 مليون عشان لو خسرتهم ما اعيطش. بس يلا بينا نجرب عشان كده كده فداكوا يعني. تمام. هنيجي هنا في علامة القلم ونكتب بدل ال50 دي 200. تمام. لا تمام. لا لازم نرجع تاني من الاول الصورة. ندوس على الصورة ونكتب هنا في علامة السيرش مليون. نيو سيرش. ونعمل علامة القلم ونخلوها 200. 1 2 3 1 2 3. تمام كده بقت 200 مليون اهي. وادي جيم البولت 200 مليون. وفي نفس الكلام ده شغال في الكلاسيك عادي. هو دخل ماشي نستنى حد يخش لنا. تمام. هو اكيد حد هيخش لنا بس يا ريت ينجز بس. اهو دخل. ادي حد دخل لنا اهو في مود ال200 مليون. مفيش اي مشكلة خالص خالص خالص. تمام. كده الموضوع مفهوش اي مشاكل خالص. هو بيضحك على ايه ده؟ ماشي يلا بسم الله. ماشي. هو تقريبا كده عارفني عشان شعار البتاع بتاعي تقريبا يعني عارفني. هيشتري ايفن وجات له 4 فعلا. حزين والله اللي انا هخسر. حزين والله حزين. بس يلا فداكوا عامة لان المود ده بالذات حظ جدا 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 جدا. فاللي هو ايه انت حظك هتعرف تكسب تمام مش هتعرف تكسب خلاص ما تلعبوش احسن. انا واحد من الناس ما بلعبوش غير من الاكونت بتاعي الاساسي. غير كده لا ما بلعبوش الاكونت البوت. ما بلعبش غير خمسينات عامة بتسلى بس.
هو مش عارف، ده انت عيل بطيء قوي، عيل بطيء قوي. يلا كسب. مش مهم، فدينا. وبس كده يا شباب، كده يبقى الشرح بتاعنا خلص وخسرنا وبس كده يا شباب، كده يبقى الشرح بتاعنا خلص. طبعا الفيديو برضو حصل فيه مشكلة، بس كده احنا خلصنا الشرح بتاعنا، ويا رب اكون فدتكم. وطبعا انا مش زعلان طبعا على 200 مليون، طبعا انا بهزر. عادي في ده انا عشان كده بس ما كنتش عايز اخش اجيم بالاكونت البوت بتاعي عشان هو ما فيهوش غيرهم، بس سهل يعني، هعرف انقل الكوينز تاني عليه. وبس كده يا اخواتي، ويا رب اكون فدتكم، واشوفكم في شرح جديد. سلام.